تسببت في لو كواليتي، انت اللي تسببت ايها تيم ليدر، ايها المدير. لو نجح مشروعك في الدنيا بس خسرت عند ربنا فده الخسران. شايفين التراك دوت اهو، التراك اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت دخلت فيه مع اولادي في تحدي على مسافته، لان انا لما بسابق الولاد في مسافه صغيره يعني بيقدروا يعدوني وكده. فانا قلت ايه، يعني طلعت بقى حته الابوه كده، واعمل لهم حاجه فيها حكمه بقى، واعيش دور الاب الحكيم. فانا عملت ايه بقى، رحت قلت لهم انا هجري بالراحه واشوف وان شاء الله هسبقكم، هنوصل لحد اخر التراك. وفعلا ابتدى السباق وطلعنا نجري، وانا بجري بالروقان وهم منطلقين زي الصاروخ. طبعا الاتنين ما قدروش وراحوا واقفين في النص، وكل واحد فيهم آه عمال ينهج، وانا رحت ايه معديهم وانا بجري على خفيف، اللي هو زي ما تقول ايه، جاجين كده، مش جري جامد. طب ايه اللي خلاني سبقت رغم ان هم كانوا اسرع مني؟ طبعا كلنا فاهمينها بسيطة، لأن الماديات بيبقى سهل إن أنت توصل لنتائجها. حاجة مادية أنت عارف إن هو بخبرتك يعني لما تجري جامد نفسك هيقطع، المسافة الطويلة مش عايزة جري جامد، لأنك لو جريت جامد فيها لازم نفسك هيقطع وهتقف في النص. لازم أنت بتشيل زي ما بنقول عندنا في البرمجة كده تكنيكال ديت، وفي لحظة معينة بيكون تقيل عندك جدا، فبيوقف لك إيه، بيوقف لك عملية الجري وبيوقف لك المسير. الحكمة من القصة ديت إيه؟ ان انا شركات كتير جدا بتبقى بتظن ان الضغط الزياده هيحقق المطلوب، لكن هي في الحقيقه ما بتاخدش. انا عشت التجربه دي كذا مره. هي في الحقيقه ضغطها الزايد دوت بيصرف الطاقه بسرعه، بيطلع المنتج لكن بكواليتي ضعيفه جدا، وبيفضل يعانوا من الكواليتي بشكل مستمر. خلي بالك، ما ينفعش تبقى عندك برودكت من غير ما يكون ريلايبل، لان ريلايبل ديت معناها ايه، معناها اعتماديه، يعني يستطيع حد ان هو يعتمد عليه. فاذا انت طلعت برودكت ومحدش قادر يعتمد عليه يبقى انت ما طلعتش حاجه. المشكله الرئيسيه هنا ان الاداره بتمارس مزيد من الضغط، وبتحمل المبرمجين احيانا بشكل مباشر او غير مباشر مسؤوليه الكواليتي الضعيفه اللي في المنتج، بدل ما تتحمل معاهم مشكله ان هي بضغطها الشديد كانت سبب في ضعف هذه الكواليتي. وكنت شفت فرق عمل فعلا ناس بروفيشنالز اقوياء امكانياتهم عاليه، لكن في نفس الوقت دوت هم ما قدروش يطلعوا البرودكت بالكواليتي المطلوبه، وبتبدا ثقتهم تهتز بنفسهم. لكن الحقيقه كانت فين؟ في البروسيس، في المنظومه اللي تسببت في هذا الضعف في الكواليتي. طيب بسم الله، طبعا هي بسم الله اول واخير لاني نسيت اقولها في الاول. انا عندي هنا رسالتين مهمين جدا، رساله للتيم ليدرز والقاده على جميع المراتب، على جميع المراكز، تمام؟ والرساله الثانيه هتكون ان شاء الله للديفلوبرز. الرساله رقم واحد، انت لما بتضغط على الناس بزياده ده ما بيكونش الناتج بتاعه ايجابي بالشكل اللي انت متخيله. الناس كتير قوي بتفتكر ان انا بضغط عليه عشان طلع كل اللي عنده. في حاجه اسمها شيل ستريس، ماشي؟ بتوع الاتش ار بقى او بتوع علم النفس اللي عايزين يتعاملوا معانا كمكن بيعمل برودكتيفيتي، آه علمونا حاجات للاسف هي مش صحيحه. بيقول لك انت المفروض تحاول تعرف الشيل ستريس بتاع الموظفين اللي عندك، وتحاول تعلي انتاجيتهم بحيث توصل للمرحله اللي تطلع فيهم اعلى انتاجيه من غير ما تهدهم. فانت بيبقى متهيألك بقى ان طالما الموظف ده قدامي كده وبينتج، ولو ضغطت عليه جامد ان شاء الله هنوصل، وبكلمتين حماسه وبكلمتين كذا. انت في الحقيقه بتخليه يرمي تحت السجاده، هو بينكسر بس بيكون ظاهر قدامك ان هو قوي واقف قدامك. اللفظ ده نصا بيتقال احيانا، يقول لك ايه، هي يا باشمهندس، واحد من التيمز يعني بيقول للليدر بتاعه، هو الليدر بتاعه اصلا مضغوط زيه يا عيني، فبيقول له يا باشمهندس دلوقتي في الكود بتاعنا فيه المشكله الفلانيه. يقول له هو ظاهر يعني دلوقتي؟ لا. طب ماشي خلاص، حطه تحت السجاده اللي هي طنش، عديه طالما ما حدش واخد باله. يا باشمهندس في البجايه الفلانيه الخطيره ممكن تحصل، هي ظاهره؟ لا. طب مش وقتها دلوقتي. يجوز ان في حاجات متوقع ان هي تاثر وبيكون مش وقتها،
بس تحت الضغط الحاجات دي بتكتر لدرجه ان هي بتهد لك النظام في لحظه على حاجه هايفه. يعني هديك مثال برضو من الحاجات الهايفه اللي هدت عملت مشكله كبيره. عميل مهم جدا واخد سيستم وتايتل بتاع صفحه مش عاجبه، غيروا تايتل الصفحه، ايه اللي حصل؟ السيستم وقع. اهو بجد، غيروا عنوان كده في الصفحه معين، السيستم وقع. طب ليه؟ لان تحت الضغوط الرهيبه اللي التيم دايما بيكون تحتيها، او تحت الضغط اللي كان عنده عشان تسليم الجزئيه ديت، بدل ما الاداره تفاوض على الفيتشرز عشان تدي فرصه للموظفين ان هم يعملوا حاجه هاي كواليتي، ضغطت عليهم جامد. فالضغط الجامد دوت تسبب في ان ايه؟ في ان هم خدوا قرار ووافقت عليه الاداره بس نسيت وبتحاسبهم عليه بعد كده طبعا، ان هم ايه؟ ان هم يستخدموا السترينج عشان يعملوا علاقه معينه خاصه بالصفحه دي، لان مفيش وقت يكريتوا لها حاجه الدايناميك بتاعتها. يبقى No time for design is a design for failure. طيب عشان كده تبص تلاقي فيه بزنس ممكن يكبر وبعد ما يكبر يتهد بسبب البرمجه، يتهد بسبب ان السوفت وير ما قدرش يقوم السيستم دوت. يبقى انت سلمت منتج بدري لكن خسرت كواليتي، ولازم تبقى عارف الخساره دي. يعني لو افترضنا ان انت قدرت تضغط على الناس بحيث ان هي تسلمك المنتج في ميعاد معين غير يعني طلع لك الحاجه اللي هتشتغل قدام العميل، فلازم تكون مراعي ان انت تحت الضغط دوت تسببت في لو كواليتي، انت اللي تسببت ايها التيم ليدر ايها المدير. وهنا التيم ليدر المفروض يعمل ايه؟ يقف قدام الاداره ويكلمها بصدق، يقول لها انت بتخسر المشروع، انت بتعمل مشكله. تمام؟ طبعا في مشاكل بتبقى عندنا احنا في الديزاين ومشاكل اخرى وكلام من ده، لكن الفكره ان لما يكون في اوفر ستريس او ستريس مستمر ده مش صح. يبقى ستريست اسبوعين، ستريست اسبوع، لكن ان يكون الاصل الاستريس وان المفروض تستجيب لهذا الاستريس بشكل مستمر، لا، يبقى توقع مشاكل خطيره في الكواليتي. وانا عندي امثله كتير، يعني ما اكتر من عميل بنفس الطريقه، ما فيش تيم حصل عليه اوفر ستريس وطلع هاي كواليتي برودكت. مش هقول لك كود، لان احيانا في كود مش بيبقاش هاي كواليتي بس البرودكت طلع الكواليتي بتاعته كويسه. لا، هاي كواليتي برودكت، نو هاي كواليتي برودكت اندر تيست، اندر ستريس. من الاخر حطها قاعده. فانت ايها المدير ايها التيم ليدر لازم تعرف ان الاستريس، كلمه الستريس العالي قوي مش الستريس الطبيعي، لان احنا بطبيعتنا كسولين. ودي بقى اللي هي النصيحه الثانيه اللي اقولها للمبرمج، ان انت في حاله الرخاء احيانا بتكون كسول بدرجه بتخليك تخلي المدير يحس انه مش هيطلع منك انتاجيه غير وهو ضاغط عليك. الكسل ده لازم تحاول تتخلص منه. وكان عملت انا قبل كده فيديوهات عن طرق تنظيم الوقت اللي هي نظام ال 25/5 كل الكلام ده. لكن الشاهد في المساله ان انت لازم تلاقي المنظومه بتاعتك اللي تخليك برودكتيف من غير ستريس عالي، لان برضو صاحب العمل مسؤول قدام الناس اللي حاطه رؤوس اموال، مسؤول قدامكم انتوا ان هو هيديكم مرتبات. فهو هيديك مرتب ازاي اذا انت ما انتجتش الانتاجيه الكافيه اللي تخليك يطلع منك منتج يعرف يبيعه ويحصل على مرتبك اللي هو ايه؟ اللي هو شايل المخاطره. يعني هو شايل المخاطره عندك، هو تحت ستريس عظيم جامد جدا في الفلوس. هذا الستريس الجامد بتاع الفلوس بيخليه بيضغط عليك. لكن انا بقول للمدير ايه؟ خليك زي السوسته، لما تاخد الاستريس ما تنقلوش زي ما هو لموظفينك، لما تتفزع ما تفزعش موظفينك. لازم تعرف امتى تقول للعميل عشان مصلحته وقف، اسكليت للعميل نفسه، قول له اللي انت بتعمله ده هيخلي البرودكت بتاعك ينهار، انت هتفشل في انك تسلم حاجه كويسه. حط الكواليتي قبل الكوانتيتي. انا بقول لك معظم المشاريع اللي قابلتها كانت مشكله كواليتي، مشاكل كواليتي خطيره، فاهتم بالكواليتي اوفر كوانتيتي. لكن في نقطه تانية مهمه، اذا جبت حد بروفيشنال عشان تسمع نصيحته فاسمعها. لكن اللي بيحصل في كتير من الاحيان انك بتجيب حد بروفيشنال بس بدل ما تسمع نصيحته بتقول له انت مش حاسس بيا وباللي انا فيه، وتضغط عليه عشان ياخد قرارات غلط، وهو بيلاقي نفسه غصب عنه تحت التحدي وتحت ان هو هايرد ان هو المفروض يحل المشكله، فاحيانا برضه تحت الضغط بيبدا يستمع ليك ويمشي بعض الامور الغلط. فانت خلي بالك من النقطه دي، انت جايبه كبروفيشنال علشان تسمعه، علشان يساعدك تعمل هاي كواليتي برودكت ذات يو كان ديليفر. وعايز اقول لك بص، انت كده مثلا على اللايك والديسلايك خدت كام سنه عشان فيسبوك تعملها، ولا تويتر عشان تظبط البرفورمانس بتاعها، ولا هتلاقي الفيتشرز بتضاف ببطء شديد جدا على المنتجات المشهوره والكبيره، لان هم بيحطوا الكواليتي اوفر ايه؟ اوفر فيتشرز. فانت محتاج تاخد بالك من النقطه دي، ومحتاج تخلي العميل شريك معاك فيها، خليك صادق معاه. انت بتدمر الكواليتي بتاعت البرودكت بتاعك، فما تحاسبنيش عليها.
لما بتقدر توضح للعميل النقطه دي، صدقني العميل هيتحول معاك لان هو يكون متعاون. ولو استبدلك هو الخسران، ايه المشكله يعني؟ ما يستبدلك طالما هو مش مقتنع. اوكي. في احد حصل الكلام دوت بالفعل معايا برضه في خبرتي، يعني قبل كده صممت على مشروع ان انا كده مش هقدر اسلمه بكواليتي كويسه، فهم خلاص صمموا برضه، فالموضوع انتهى. جت الشركه اللي بعديها فشلت، تروح اتصلوا بيا تاني. مفيش مشكله، هيتصلوا بيك بس بعد سنه او سنتين، طالما لانهم عرفوا ان انت اللي فاهم، بعد ما هو صمم على اللي في دماغه. فتخسروا دلوقتي وتكسبوا بكره افضل ما تخسروا بفشل كامل وتبقى في خبره سيئه عنده وعندك. اخر حاجه هختم بيها، المشروع مش هيتسلم لو لم يرد الله انه يتسلم، ومش هينجح لو لم يرد الله انه ينجح. افتكر الحته دي دايما. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالديفلوبر راعي في شغله وراعي للكود بتاعه وانت مسؤول عنه، اعمل اقصى ما تستطيع. المدير راعي ومسؤول عن رعايته وهي الناس اللي تحتيه، ما تزودش عليهم في الضغط فربنا يحاسبك عليهم يوم القيامه. ده اللي معرفش يودي ابنه المدرسه، ولا السبب في ان هو اتخانق مع مراته بسبب ان هو، ولا ايا كان، انت ممكن تكون سبب في مشكله كبيره اصلا. وتاني حاجه، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكرك بيه، يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، او كما قال الحبيب المصطفى. حابب تصيبك دعوه المصطفى في انه جزء؟ في جزء الرفق ولا في جزء المشقه؟ والله يا ربنا عارف ان انت مضغوط، لكن انت بتوري ربنا منك خير. وري ربنا منك خير وهو هيحل لك مشاكلك. لو نجح مشروعك في الدنيا بس خسرت عند ربنا فده الخسران، ولو فشل مشروعك في الدنيا بس كسبته عند ربنا فده المكسب. توكل على الله، وخلي بالك انت مسؤول عن حياة ناس في البرامج بتاعتك. كواليتي ضعيفة في مستشفى تسببت في مرض ناس كتير. كواليتي ضعيفة في برودكت مسؤول عن فلوس ناس، سبب في ان في ناس خسرت فلوسها. الناس دي هتروح يوم القيامة محدش عارف مين السبب، لكن ربنا عارف مين السبب. واسماء الناس اللي شاركت في هذا البرنامج او البرنامج دوت او البرنامج دوت اتسجلوا عند ربنا، وكل واحد معروف هو مين بالظبط. فهنيجي عند الحسيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هتقدر تقف تتحاسب 50,000 سنة على الناس دي؟ هتقدر تصطف قدام الناس دي واحد واحد بيحاسبوك على حاجة زي كده عشان انت اهملت في كواليتي خاصة بحاجة زي كده؟ مفيش حاجة تانية اقولها، لكن في جزء تاني من النصيحة هخليه في الجزء التاني لان كفاية عليكم لحد كده. ويا رب ناخد بالنا من كودنا وناخد بالنا من مبرمجينا بما يرضي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت اقول لك ما تنساش لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.